أكبر غلطة في تشخيص التهاب أو قطع أوتار الكتف، ودي أكبر كارثة أنا باعتبرها، إنك تروح لطبيب يشخصك بمجرد الفحص أو الكشف الإكلينيكي ويقول لك ده التهاب أوتار، ويكتب لك على بعض مضادات الالتهاب أو يدي لك حقنة كورتيزون ويقول لك مبروك. طب ليه ده فخ مميت؟ لأن الحقنة دي زي ما تكون بتقطع سلك جرس إنذار الحريق، صوت الجرس اللي هو الألم بيختفي لأن الالتهاب مؤقتا بيقل، لكن الحريقة اللي هي الالتهاب أو القطع اللي في الوتر لسه شغال وبتكبر وبتدمر المكان كله وانت عايش في وهم انك خفيت. الدراسات بتقول انها ممكن تضعف نسيج الوتر نفسه على المدى الطويل، واحيانا حقنة الكورتيزون الموضعية تؤدي الى قطع في الوتر او سهولة قطع في الوتر، خاصة لو اخدتها اكتر من مرة في فترة قصيرة. مهم جدا انه ما تتجاهلش موضوع التهاب الوتر او ان انت تعتمد فقط على الفحص الاكلينيكي، لان احيانا بيكون في مشاكل مش بتبان غير في الاشعة. طب التشخيص الصح ده بيتم ازاي؟ في معظم الحالات التشخيص بيتم عن طريق الالترا ساوند التشخيصي او الموجات فوق الصوتيه او اشعه سونار على الاوتار بتاعه الكتف. ده سلاحنا السري، ده مش مجرد صوره، ده يعتبر زي بث مباشر من قلب المعركه، كانه كاميرا مراقبه بنحطها جوه كتفك تورينا كل حاجه لايف، الالتهاب وحجم الوتر والقطع سواء جزئي او كامل، والوتر وهو بيتحرك وبيتعصر قدام عينينا وانت بتحرك دراعك. ابحاث بالالاف بتاكد ان دقه الموجات فوق الصوتيه التشخيصيه خارقه في كشف التمزقات، وممكن تكون زي الرنين المغناطيسي بالظبط لو اللي بيعمله شاطر وخبير.